السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد، وطالما في موضوع جديد يبقى ممكن يكون جاء على دماغ ناس كتير، وهو هل الفلوس فعلا بتأثر على الحياة الجنسية، او هل الفلوس بتأثر على الحياة النفسية؟ ولو ما فهمتش الاتنين دول يعني اخر كده، هل الفلوس بتأثر على الحمادة؟ يعني لو معاك فلوس كتير هل حياتك الجنسية هتبقى احسن؟ ولو معاك فلوس قليلة هل كده هيبقى عندك ضعف جنسي؟ ففيديو النهارده هنتكلم وهنفهم ايه العلاقة بين الفلوس وحمادة. فيلا هات طبق اللطايف بتاعك وتعالى ورايا، يلا بينا. قبل ما نخش في اي تفاصيل لازم نكون متفقين انا وانت كده ان الفلوس عامل اساسي من عوامل الحياه الزوجيه، من عوامل الحياه النفسيه، ومن عوامل الحياه الجنسيه. فيعني الموضوع انا مش عارف ليه حاسس وانا بقولها، حاسس ان انا بقول شتيمه او بقول حاجه قله الادب، بس يعني فهموني. يعني نرجع لموضوعنا، هل بقى الفلوس هل فعلا هي عامل اساسي؟ خلينا نكون متفقين على ده قبل ما نبدا كلامنا، لان هي عامل اساسي ومهم جدا في تقليل التوتر وتقليل الاسترس اللي عليك او القلق اللي عليك او الانكزايتي. فلما انت مثلا معاك فلوس كتير او في شهر انت معاك فيه فلوس كتير، انت هتحس نفسك اوتوماتيك ان انت مرتاح نفسيا لانك انت مرتاح ماديا. ولو في شهر تاني مثلا لو انت فريلانسر ففي شهر او في شهر لا، فلو في شهر تاني انت فيه ممكن مش احسن حاجه ماديا، ممكن تصحى متوتر، تصحى عايز تجيب شغل اكتر عشان تجيب فلوس اكتر، فانت هتلاقي في قلق حواليك. فانت طبعا لو مرتاح ماديا ده هيعود على صحتك النفسيه بالايجاب، وصحتك النفسيه طالما تمام يبقى صحتك الجنسيه تمام التمام التمام. لان احنا طبعا كلنا عارفين ان حماده قايم على المزاج، لو انت مزاجك وحش حماده هينام، لو انت مزاجك جامد حماده هيبقى فايق معاك. ففي دراسة عملتها مجلة اسمها Journal of Personality and Social Psychology، اللي هي يعني مجلة الشخصية والنفسية الاجتماعية أو الحياة النفسية الاجتماعية. بتقول إيه بقى؟ بتقول إن اللي عندهم استقرار مادي أقل عرضة للتوتر والاكتئاب، والتوتر والاكتئاب والقلق هم أصلا أكتر 3 عوامل بيسببوا ضعف جنسي وبيسببوا erectile dysfunction او ضعف انتصاب ومشاكل تانية مش هحب اذكرها في فيديو زي ده عند الرجاله. وعند الستات قله الرغبه الجنسيه. ده زائد نقطه تانية خالص، ان انت اصلا لو مرتاح في حياتك الماديه فده اصلا هيعود على حياتك، ان انت هتلاقي وقت ان انت تنزل تتمرن، هتجيب فلوس ان انت تجيب اكل كويس وصحي، هتلاقي الوقت اكتر ان انت تعمل مديتيشن، ان انت تقرب لربنا اكتر، لانك انت ممكن تكون مرتاح ماديا فالاسترس قليل، فانت عارف تظبط جوانب حياتك من كل الجهات. فاهمني؟ يعني انت لو الدنيا معاك مش متظبطه ممكن تبقى انت قاعد قلقان لدرجه انت لا قدر الله ممكن تنزل تنسى تصلي اصلا. في ناس من التوتر غصب عنها بتبعد عن ربنا غصب عنها، وده غلط طبعا. بس لو انت اصلا مرتاح ماديا انت هتلاقي جوانب حياتك التانية انت عارف تعمل لها كنترول، انت عارف تشوف الدنيا دي هنا عامله ازاي، تنزل والله انزل اتمرن، لا طب ما تيجي نعمل دايت كويس، ناكل كويس، وده كله هيعزز ادائك الجنسي. نخش بقى في تاني نقطه او تالت نقطه، تاني نقطه ولا تالت نقطه مش مهم. النقطه الثالثه هي ان انت، او الثانيه خلينا نقول النقطه القادمه، هي ان الفلوس ايه علاقتها بالصحه العامه. على حسب كلام منظمه الصحه العالميه اللي هي World Health Organization اللي هي WHO، بتقول ان الرعايه الصحيه الجنسيه هي جزء لا يتجزأ او جزء اساسي من الصحه العامه او البابليك هيلث. طب ده يعني ايه؟ ده معناها ان الرعايه الصحيه الجنسيه دي مش شيء رفاهيه، لو انت راجل معاك فلوس تروح تشوف حياتك الجنسيه عامله ايه وحماده بيقول ايه. لا ده هم حرفيا بيقولوا لك ان الموضوع ده موضوع اساسي ومش رفاهيه. يعني لو انت معاك فلوس كفايه وماديا مبسوط هتروح تقدر تعمل فحوصاتك الدوريه كل مثلا 3 شهور كل 6 شهور، ولو لا قدر الله لقيت اي مشكله عندك هتروح ببساطه تجيب العلاج او تروح للدكتور يجيب لك العلاج ويجيب لك المكملات اللي هتساعدك في حل مشكلتك. انما لو انت مطرمخ لها وفكك وقفل دماغك ومره واحده تلاقي حماده عيطل خالص، فساعتها الدنيا بتبدا تبوظ معاك. لو انت ماديا مش كويس بتلاقي ان انت كنت تقدر اصلا من الاول تروح تعمل فحوصات، بس انت عشان ما كانش معاك فلوس كتير ما عرفتش تروح من الاول اصلا تعمل فحوصات. زائد بقى طبعا ان انت لما شفت مشاكل قلت اكيد ده قلق وبتاع، فانت عديت الموقف، فكل اللي حصل لك ان انت طرمخت الدنيا. نيجي بقى لاخر نقطه في الفيديو، او عشان اكون صريح معاكم اخر نقطه في الجزء الاول من الفيديو، وهي الفلوس والعلاقه الجنسيه. بص، عشان مش هحب ادي ايحاءات واحنا برضه في رمضان يا ولاد بص، عشان مش هحب ادي ايحاءات في الفيديو ده تتفهم غلط، بس الفلوس مش هتاثر على صحتك البدنيه او الجسديه بس، ده كمان هي هتاثر على العلاقه اللي هي الريليشن شيب، مش العلاقه اللي هي انت فهمتني، ما بينك وما بين مراتك. انا قصدي الريليشن شيب قليل الادب، احنا في رمضان. الامان المالي بيخلي في علاقه بين الطرفين فيها امان اكتر واستقرار اكتر وراحه اكتر واكتر واكتر. وفي دراسه تانية من نفس المجله اللي هي Journal of Personality and Social Psychology، هي تقريبا المجله دي مش بتعمل دراسات غير عن الموضوع ده بس المهم لقوا ان الاستقرار المالي بيعزز العلاقه بين الزوجين وبيزود معدلات الرضا عندهم وبيقلل من المشاكل الزوجيه. بس برضه في نفس
نفس الوقت لقوا ان لو في بس مجرد طرف من الطرفين اللي مرتاحين ماديا دول هرش او خد باله ان الفلوس هي متحكمه في حياتهم، وان في يوم من الايام ممكن تبقى فلوسهم او استقرارهم ده ممكن ما يبقاش مدى الحياه، ده لوحده هيسبب ستريس لطرف من الطرفين وممكن يبوظ العلاقه كامله. يعني من الاخر احنا عارفين ان الفلوس هي هتتحكم بجزء كبير، بس احنا مش واخدين بالنا. طيب يا عزيزي بقى، هل انا طالع الفيديو ده عشان اقول لك انت مش معاك فلوس يبقى انت عندك ضعف جنسي؟ اكيد لا، بس انت لو تصبر عليا شويه هخش الجزء الثاني في الفيديو. والله يعني اصبر عليا، ما هو مش كل فيديو هطلع تعمل انت الحركتين دول، ده بقت عيشه والله العظيم. 2 hours later. لا يا حبيب اخوك، طبعا هديك الحل دلوقتي، وحتى لو مش هديك حل هديك كلمتين يصبروك، يعني ايه يمشوا حالهم بيهم. يعني طبعا يا اخويا لو وصلت للجزء ده من الفيديو فانت المفروض اقلق عليك، لان كده شكلك في ضائقه ماليه وحماده مش على وضعه. اسمح لي اقول لك بعد كل الكلام اللي انا قلته لك عن الفلوس وعلاقتها بالحياه النفسيه والحياه الجنسيه والحياه بينك وما بين مراتك، ان الفلوس مش كل حاجه. وما تفهمش جملتي غلط، الفلوس عامل اساسي بس هي مش كل حاجه. يعني انت ببساطه مش محتاج حسابك البنكي يبقى متروس مليارات وملايين عشان تبقى انت مبسوط جنسيا او مبسوط نفسيا، لان صحتك الجنسيه مش مرتبطه بالفلوس بس. والله لسه في حاجات كتير جدا، منهم الروحانيات ومنهم صحتك الجسديه نفسها، الرياضه والاكل، حاجات تانية انت تقدر تتحكم فيها بغض النظر عن وضعك المالي الحالي. واول حل من الحلول دي هو ان انت تقلل التوتر. لازم تكون عارف ان القلق والتوتر والاكتئاب هم دول بعبع الاداء الجنسي. يعني ده البابا ياجا كده زي ما هم بيقولوا في فيلم جون ويك، يعني هو ده حرفيا اللي ممكن يدشمل لك حياتك كلها. هو ده لوحده، هو كده كارت جوكر كده بيطلع يقوم داشمل لك الحياه دي كلها. بس طبعا ممكن تتغلب عليهم بوسائل مجانيه كتيره جدا، اولهم روحانيات، ان انت تصلي، ان انت تقرب لربنا، وتكون عارف ان ليك رب دايما هو اللي انت تقدر تكلمه وتقدر توصل له وتقدر يعني تدعي له ان انت يحسن المستقبل بتاعك او يحسن الحاله الماديه بتاعتك لقدام. لكن برضه هنضيف السعي، وده في نقطه تانية لسه هتكلم عنها في الفيديو. تاني نقطه ان انت تطلع فوق سطح بيتكم تمارس اليوجا. ولو انت مش عارف يعني ايه يوجا فانت ممكن تعمل استرتشات، ولو انت مش هتعرف تعمل استرتشات ممكن تعمل شويه ضغط وبطن وعقله، ولو انت مش هتعرف تعمل ولا واحده من دول ممكن تجيب كوبايه شاي وتتفرج على البلكونه او تتفرج في السطح على الشارع عندكم. بلاش شاي بلاش شاي، احنا في رمضان نشرب صوبيا، اشرب صوبيا لان الكافيين اصلا هيزودك التوتر. ثالث نقطه وهي انك تنام كويس. مش لازم تسهر تقعد تقلب في الموبايل وتقعد تعمل حاجات احنا عارفينها، لا انت ممكن تاخد بعضك وتنام، تظبط منبه ان انت تصحى الصبح بدري، تشوف يومك، تبدا يومك من بدري وتصلي وتشوف دنيتك مع ربنا عامله ايه. لو انت مقصر مع ربنا قرب لربنا اكتر، ولو انت مقصر في صحتك ابدا اعتني بصحتك. ممكن تنزل تجري في الشارع، تطلع تعمل ضغط، عقله، بطن، في رياضات كتير جدا مش محتاج حتى اشتراك جيم ان انت تبدا حاجه. رابع نقطه ودي بقى اللي هختم بيها الفيديو، وهي انك تحسن وضعك المالي. محدش بيقدر يغير الوضع المالي بتاعه بين يوم وليله، واللي هو يصحى النهارده كان بالليل في وضع مالي معين يصحى تاني يوم هوب انا بقيت في فيلا مثلا. لا، هو الموضوع مش كده. الوضع المالي ده ممكن ياخد معاك وقت وسنين طويله جدا عشان تعمل مثلا ثروه او عشان انت تظبط وضعك المالي، لكن انت حتى الخطوات الصغيره، وده الجانب الايجابي، ان حتى خطواتك الصغيره بتحتسب ليك وهتفرق معاك في الطريق الطويل ده. واحسن حاجه انا بحب ارشحها ان انت تبدا تعمل تراك لفلوسك، تبدا تشوف انت بتصرف فلوسك في ايه. وفي بودكاست انا عامله كامل اسمه كلام بزنس، ممكن تروح تشوف الحياه الحريه الماليه، كنت منزل حلقه عن الحريه الماليه الكامله ممكن تروح تشوفها. فالمهم تقدر تعمل تراك للفلوس بتاعتك دي وتشوف الحاجات اللي انت بتصرفها شايف انها حاجات فارغه، وتبدا تحد من الفلوس دي، او ان انت تشوف ليها مسار تاني تقدر تحوشه وتقدر تصرفه في حاجات جوه البيت لو بيتك محتاج فلوس اكتر بدل ما انت بتشتريها في حاجات فارغه. تاني نقطه وعارف ان انت سمعتها كتير بس لازم اقولها لك، وهي ان انت تتعلم مهاره جديده وتشتغل بيها فريلانسنج. صدقني هتساعدك حتى لو جالك كلاينت واحد او 2 كلاينتس او حتى اي رقم، يعني كل حاجه هتجيلك هتساعدك. وعالم ممكن تبقى محترف في الموضوع ده بعدين ويبقى هو شغلتك الاساسيه وتتنفض اصلا الشغلانه اللي انت شغالها. ثالث نقطه ودي نصيحه بجد، استغل النت والمحتوى المجاني اللي موجود على النت عشان تطور من نفسك وتخلي نفسك يعني خطوه فوق او خطوه قدام، لان في على النت كميه محتوى مجاني زي فيديوهاتي كده موجوده تقدر تشوفها وتشوف هي بتتكلم عن ايه. والهدف من كل ده ان انت تحسن بس وضعك المالي عشان قدام تقدر توصل لحاجه، لانك انت تستاهل. وان انت يعني انت مش اللي بقى معاه فلوس انت هو مش احسن منك ولا انت احسن منه. انت معاك ايدين ورجلين، هو عنده ايدين ورجلين، انت عندك دماغ وهو عنده دماغ، هو شغالها زياده عنك مش مشكله، انت لسه فيها تقدر تشتغل. انت تستاهل ان انت يبقى وضعك المالي احسن من اللي انت فيه دلوقتي ده. مفيش حاجه اسمها ده قضاء ربنا وده خلاص ال 24 قيراط بتوعي، مفيش حاجه اسمها كده. لازم انت تسعى، وانا بقولها كتير، لازم انت تسعى، خد بالاسباب واسعى، والرزق بتاع ربنا في ربنا دايما بيبقى سايب رزق معوض، ده بيشوف سعيك انت فيها هيدولك ولا لا، انت تستاهل ولا لا، ولا غيرك يستاهله. واهم حاجه ان انت تركز في نفسك وتركز في وضعك الحالي من سنه قبلها وسنه بعدها. ما تجيش مثلا تشوف تقارن نفسك بحد تاني اعلى منك، ده هيتعبك انت ومش هيعمل اي حاجه، وكل اللي انت هتعمله ان انت بس هتستسلم
تستسلم تقول خلاص بقى ايه هي عيشه واللي عايز يعيشها خلاص. وفي النهايه احب اختم الفيديو واقول ان الفلوس مهمه لكن مش عامل اساسي، او هي عامل اساسي لكن مش كل حاجه ان انت تبص لها في حياتك، سواء الزوجيه، حياتك الجسديه، حياتك النفسيه، حياتك الجنسيه. مهما كان وضعك الحالي انت تقدر تغيره وتقدر توصل لحاجه احسن من كده اللي انت فيها دي بكتير. انت لو انت مش مبسوط في وضعك الحالي عادي، انت ممكن من بكره ايه، من دلوقتي تبدا تشتغل عليه وتطوره. بصراحه يعني انا من حوالي 5-6 سنين انا ما كنتش حتى احلم ان انا يبقى عندي قناه فيها 300 400 سبسكرايبر. يعني اي نعم 5000 سبسكرايبر ده مش رقم ضخم يعني، بس انا ممتن لحاجه زي دي ان انا عرفت اوصل. انا من 5 سنين كنتش متخيل ان انا ممكن يبقى عندي اوضه وكاميرا واضاءه وان انا عمال بصور واعمل اديت واعمل سيت اب. خلي بالكم السيت اب ده هيبقى محتوى طويل يعني، هعمل عنه فيديو بالمناسبه لو عايزين يعني، ممكن تكتبوا لي في الكومنتس، ممكن اعمل فيديو عن السيت اب دي كلها بس لما اكملها لسه في كام حاجه كده. انا بقول كده ليه؟ انا مش بقول كده عشان انا مثلا برمي لك بقين تنميه بشريه، لكن عشان اقول لك ان انت تستاهل ان انت تبقى ليك حاجه قدام انت تبقى فخور بيها قدام عيالك يستاهلوا ان انت تبقى شخص احسن من كده. مراتك تستاهل، حتى لو انت لسه مش متجوز، اللي انت هتتجوزها هي تستاهل ان انت تبقى شخص كويس. مش لازم تحكم عليها بالاعدام انها تعيش بؤس وانت تعيش بؤس وعيالك يعيشوا بؤس وفقر ويكملوا حبل الفقر ده ويتوارثوه، بدل ما انت كنت سايب لهم ورث مثلا ان هم يبقوا حاجات كبيره يستفيدوا بيها في حياتهم ويدعوا لك، وان انت كده جبت مثلا ذريه صالحه تقدر تكمل من بعدك في الخير. لا، انت ورثت لهم الفقر والهم، هيدعوا عليك وانت مراتك هتدعي عليك وهتبقى كاره العيشه معاك. وده مش عشان الفلوس بس او مش عشان حاجه جنسيه بس، هي عشان كل حاجه. فانت تستاهل ان انت تشوف قدام انت عامل ازاي، انت تستاهل ان انت تحلم، تستاهل ان انت تشوف نفسك في عربيه لامبورجيني. يا عم طب انت شوف ايه الخطوات اللي انت محتاجها للعربيه لامبورجيني، ما تقوليش هي ده اللي بيسرق هو اللي بيجيب فلوس واللي مش عارف الحرامي هو اللي هيجيبها. لا، انت البلد دي فيها فلوس، البلد بره فيها فلوس، انت شايف نفسك فين روح وابدا ونفذ. غيرك بره على فكره، يعني انت بتقول انا نفسي اسافر المانيا، في مصريين في المانيا، انت مش اول مصري هتسافر المانيا، في غيرك في المانيا. فكلامي كل ده عشان اقول لك ان انت عادي ممكن من اي وقت بموبايل حتى قد كده في نت، طالما في نت صدقني ممكن تبدا. وبس كده، وهختم الفيديو لغايه دلوقتي. مش عارف بقى الفيديو ده هينزل 5 رمضان ولا 6 رمضان على حسب بقى ما شركه وي هتكون راضيه عني يعني، لان النت عندي اليومين دول طينه. اشوفكم الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وتعمل كومنت باكتر حاجه عجبتك في الفيديو ايه وتقول رايك في الفيديو، وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات. ولو ما عجبكش الفيديو انزل اشتمني تحت في الكومنتس لانك انت غالبا عندك ضعف جنسي. وبس كده، هستأذن انا بقى، سلام عليكم.